مش عارف اقول لكم ايه على زوايا التصوير التحفه دي. الناس ورايا عماله تزعق. هو السكن الجامعي حلو، ولكن مشكلته الوحيده في ان انت مش تبقى واخد راحتك، وهتلاقي في خوازيق بتطلع قدامك كده. فانا فعلا اتمنى ان انا يكون عندي استوديو واعرف اصور فيه براحتي، علشان اخد راحتي كده في الكلام، وما بقاش مثلا موطي صوتي. الله بنكسر في الفيديو بتاع النهارده احنا هنتكلم عن موضوع في غايه الاهميه. هو مش مهم قوي ولا حاجه، بس الموضوع بتاع النهارده هو عن الغربه. دي السنه الاخيره ليا في الكليه، قشطه. و... 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 وفي ناس ورايا عامله دوشه انا مش عارف اصور منها. وده لان انا في السكن الجامعي. وده موضوع الحلقه بتاعتنا. مش موضوع الحلقه مش السكن الجامعي، هو جزء من موضوع الحلقه. موضوع الحلقه بتاعتنا هو الغربه. بقالي 4 سنين. هي مش غربة قوي يعني، بس أنا مش من هنا. أنا مش من مصر، أنا من اسكندرية. لا بهزر. أنا من البحيرة مش من القاهرة. موضوع الفيديو النهاردة more of like opening up. أنا قصدي إن موضوع الفيديو النهاردة مش مثلا هو دردشة. حاجات اللي أنا مثلا اتعلمتها بكوني بعيد عن أهلي 4 سنين، وبكوني في غربة وفي سكن جامعي، وقصة حياتي بقى والحاجات اللي هو السبب بتاع الفيديو ده. يعني انا لو كنت مثلا شفت فيديو زي اللي انا بعمله ده لواحد بنفس الحالة، او بنفس السيناريو اللي حاصل له، وكنت شفته زمان، كان زماني هديت كده وقلت لعله خير مثلا، او في حاجات كتير احنا لسه ما نعرفهاش او كده. فالفيديو اللي انا بعمله ده دلوقتي حاليا، يعني فاهم، sharing experience. يعني بقالي 3 دقايق عمال اقول اعرفك بنفسي. انا اسمي اسلام، انا 22 سنة، ودي السنة الأخيرة ليا في الكلية. بدرس في كلية الألسن، وبقالي 4 سنين في المدينة الجامعية، علشان أنا مش من المكان اللي جامعتي فيه، ففي فرق سفر. فأنا يعتبر الترم بحاله أو وقت الدراسة بنسبة مثلا 80% في القاهرة، اللي هي مش مكاني، اللي هي مكان الكلية بتاعتي أو الجامعة بتاعتي، وبنسبة 20% مثلا في بيتي، أو أقل كمان من 20%، فيما عدا طبعا أيام الامتحانات. سوري، الأيام اللي هي قبل الامتحانات أنا بكون هناك في البيت. أنا دخلت سنة أولى كلية، دخلت كلية الألسن. أنا ما كنتش عايز كلية الألسن، كنت عايز كلية أسنان. سنة أولى أنا كنت مقفول جدا من حياتي، لأن أنا في مكان غريب، مكان مش عارف فيه حد. الناس اللي حواليا غالبا، او مش غالبا، هما ما كانوش شبهي يعني. وهم مش شبه ناس تانية، يعني كلنا مش شبه بعض، فاهم؟ حتة ان انت طالع من المحيط بتاعك، او من محيط اصدقائك، او من محيط معارفك، ورايح حتة انت ما انتش عارف فيها حد، ولسه هتعمل علاقات وما انتش عارف العلاقات دي. يعني الكونسبت ان انت طالع بره منطقة الراحة بتاعتك او الكومفورت زون بتاعتك، ورايح تبني حياة في منطقة مختلفة تماما. مش هتشوف غالبا صحابك الجداد، سوري، القدام بتوع المنطقة اللي انت ساكن فيها. فالموضوع كله اوفر اول ما كانش حلو، ما كانش مريح نفسيا. ممكن يكون في ناس كانت اصلا مرتبطة مثلا في يعني في حياتها حد، واضطرت انها تبعد عن الحد ده لما راحت الكلية مثلا، فبالتالي ده صعب الموضوع اكتر، سواء بقى كان ارتباط، خطوبة، مجرد حب. طبعا انت هتضحك. ده الواقع، ده الحقيقة. والكلام يبان ان هو فاني، بس لا، هي دي الحقيقة. انت بتبعد عن كل معارفك، وبتبدأ بقى حياة جديدة، ما انتش عارف الحياة دي يعني الجيرني بقى بتاعت ال4 سنين دي مودياك على فين. احنا في نهاية الجيرني اهوت، وجاي اقول لك هي ودتنا على فين. دي وش تجربة هتبقى صعبة عليك في الاول، لان انت مش تبقى عارف تعمل صحاب. بس الحاجة اللي انت بقى هتتعلمها، ان اصلا ان الحياة كلها كده، الحياة كلها مراحل جديدة. هو اي حتة تطلع فيها بره الكومفورت زون بتاعتك انت كده في السليم. بس هل مثلا الحاجات اللي انا بقولك عليها الكتيرة دي، اللي هي صحابك اللي انت تبعد عنهم وكذا 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 وكذا، دول هل ان انت تبعد عنهم دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ من وجهة نظري ده حاجة تحفة. زي اي حاجة في الحياة، ان انت تطلع بره الكومفورت زون بتاعتك، دي بتديك فرصة ان انت تكبر، دي بتديك فرصة ان انت تنمو وتكبر، والسكيلز بتاعتك تتحسن، تعرف تعمل صحاب لو ما تعرفش. اي حاجة بتعملها جديدة صعبة، اعرف ان وراها حاجة حلوة. انا من وجهة نظري ان انت لازم اي حاجة بتحس انها مش مستريح لها، او حاسس انها جديدة عليك، او حاسس ان انت مش عارف هتروح فين، دوس وجرب فيها. انا ما اقدرش اقول لك
لا ابعد عن اهلك، او لا اعمل كذا، او لا او روح المكان البعيد ده او الجامعه الفلانيه البعيده دي. بس انا اقدر اقول لك ان انت في فوائد لما هتيجي تعمل ده. اولا انت هتكتشف نفسك اكتر لما تكون في مكان جديد. ده هيديك فرصه او مساحه ان انت تكتشف اماكن جديدة ومش أماكن بس، الأماكن دي بيبقى جواها روح إن أنت مثلا ما تعبر عنها كده، إنها بتخلق فيك الروح الاستكشافية اللي أنت عايز تكتشف المكان الجديد ده. يعني أنت مثلا ممكن علشان أنت قاعد دايما في نفس المكان على مدار السنين حياتك، فخلاص أنت مش مش عايز تكتشف حاجة جديدة. بس هو الفكرة من وجهة نظري طبعا ان الروح الاستكشافيه دي اصلا جوانا دايما، فانك لما تحط نفسك في مكان جديد الروح الاستكشافيه دي بتزيد تاني، وبتبقى عايز تعرف تاني وعايز تروح هنا وتروح هنا وتكتشف المكان ده. وده بيخلق في حد ذاته الروح اللي انت عايز تكتشف نفسك معاها. فان انت لما تتحط في مكان جديد دي مش حاجه وحشه. في الاول انت هتبقى مكتئب، او في الاول البني ادم بيبقى مكتئب، مش طايق نفسه، انا في المكان الغلط، انا مش عارف انا هعمل ايه في حياتي. بس الفكره ان الجيرني ما ينفعش تقف لحد هنا. انا بقول لنفسي الكلام ده، الجيرني ما ينفعش تقف لحد هنا. انت لازم، انت معاك دلوقتي مثلا 4 سنين لسه يعني على الاقل في الكليه، فالاربع سنين دول انت كل سنه فيهم هتعرف نفسك اكتر من السنه اللي قبلها. انزل دور على حاجات، بص انزل عارف اللي هو ايه، اللي هو ما تسيبش حاجه غير لما تعملها. حاول تشوف انت بتخاف من ايه واعمله. هتلاقي طبعا القصص اللي حواليك، فلما تيجي تسمع من ده وتسمع من ده وتسمع من ده، فكره ان انت تسمع من كذا حد، انت كانك عشت حياه كذا حد وخدت الحلو من ده والحلو من ده والحلو من ده، وفي الاخر انت تمام، انت زي ما انت تقدر تجرب اللي انت عايزه وما تجربش اللي انت عايزه. تسمع من ناس وتجارب ناس، ممكن انت تقع في مواقف زيهم، او ممكن انت يعني يكون الموضوع حاسس ان هو كان صعب عليك قوي، اللي هو ازاي انا دخلت مكان وحش جدا كده، او مكان ما كنتش عايزه كده، وتلاقي ان في ناس اصلا يعني كانت حياتها زبالة ومنهارة وعرفت تكمل وده يديك دفعة ان انت تكمل، او ان انت مثلا تقول ده هو برضو كان عايز كذا، فخلاص الحمد لله ان احنا اكيد اللي جمع ما بيننا في النقطة دي يبقى اكيد حاجه حلوه مش حاجه وحشه. فلو انت مثلا خايف ان انت تروح تاخد الاكسبيرينس بتاعت ان انت تروح مكان او جامعه بعيده عنك، يعني هو انت لازم كده كده هتتعرض لحاجات انت اول مره تتعرض لها، بس انت المفروض تواجه ده باللي هو ايه، اللي هو اكيد هيبقى اكيد في تجارب حلوه انا عايشها في المكان ده، او اللي هو تعالى نخلق تجارب حلوه نعيشها في المكان ده. مش بلاش اللي هو ايه ده المكان ده كئيب ومش عارف ايه. في الاول هيحصل، يعني في الاول هيحصل ان المكان ده هيبقى بالنسبه لك كئيب جدا، سواء مثلا الكليه او سكن جامعي. نادر قوي يعني ان انا اسمع عن مثلا حد كانت سنته الاولى في الكليه سنه تحفه، مفيش، انا عمري ما سمعت عن حاجه زي دي. يعني الفيديو ده لو عايز يقول حاجه، حاول تهدى على نفسك، لان السنه الاولى مستحيل تبقى سنه كويسه، خصوصا مع كل الحاجات الجديده اللي داخله حياتك دي، والحاجات اللي انت مش متعود على وجودها في حياتك، وخصوصا لو مثلا الكليه دي ما كانتش هي الكليه اللي انت عايزها مثلا. فكل ده هيعمل لك اضطرابات نفسيه، اللي هو انا مش مستريح في الاول، انا محتاج ارجع تاني المكان اللي انا دايما كنت بقعد فيه، لان ده هو المكان اللي بيحسسني بالراحه مثلا، مش قادر ابعد عن اهلي. هو انت لو اهلك مثلا ما يقدروش يستغنوا عنك لان هم مثلا ما بيقدروش يقضوا حاجتهم، فدي قصه تانية. هي اوفر اول التجربه هتفيدك، لانها فعلا بتخليك تكتشف نفسك وبتخليك عايز تجرب كل حاجه، وخصوصا لو المكان ده كان اكبر فبيفتح عينك على حاجات انت ما كنتش شايفها قبل كده، وتجارب انت بتبقى مثلا بتقول لنفسك اللي هو انا عايز اجرب الحوار ده، انا ممكن اكون بحب الحوار ده. بس يعني فاعتقد ان احنا خلاص خلصنا الفيديو. المهم بقى لو عجبك الفيديو يبقى ما تنساش تعمل لنا فولو على شوية الحاجات اللي هتبان تحت دي، واشوفك في الفيديو الجاي. سلام.